قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي. النهارده جايب لك فيلم قصته مختلفه تماما، لا وكلكم والنهايكم تاني. كل اللي عليك تركز معايا علشان تستمتع بالحكايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بمزرعه الكلاب دي، ولكن صاحب المزرعه دي بيضرب ويشرب مخدرات وبيعمل تجارب بتقتل الكلاب. بيخش ياخد دش وبيكون خارج علشان يشتغل على الكلبه اللي في الصندوق ده، ولكن الكلبه بتخرج من الصندوق وبتهرب من المكان قبل ما بيخرج. بتاخدها جري لبره وما بتكونش مصدقه انها هربت من السجن اللي كانت فيه، رغم ان الدنيا بتلطش فيها يمين وشمال وكل يوم في مكان، ولكن ده بيكون بالنسبه لها افضل من الشخص اللي كانت عايشه معاه في جحيم. المهم بتعدي الايام والكلبه كل يوم في حته شكل. الشخص ده بيحمل الركنه دي، بتركب معاه وبمجرد ما بيوصل للمكان المطلوب بيلاقيها خرجت من العربيه ومقطعه الركنه بالكامل. بتاخدها جري وماشي لحد ما بتوصل منطقه سكنيه في ميسور، وتحديدا عند بيت ضرمه. وما ادراك من حياه ضرمه يا صديقي، حياه ممله وكئيبه، او خلينا نقول يوم روتيني ممل. بيته منظم زي ما انت شايف، النظافه عنده رقم تليفونك، وكالعاده بيصحى قبل المنبه ب3 دقايق، بيولع سيجاره او بيخبط المنبه، بيخش ياخد دش سبراي او بيلبس هدومه والجاكيت بتاعه، او بيفتح الجرش يخرج المكنه، وقبل ما يمشي بيرمي الزباله. وهو في الطريق الكلبه بتكون قدامه. بيمشي شويه كمان، الشخص ده بيكون متاخر على شغله بسبب العجله اللي نامت. بيشاور لضرمه ياخده في طريقه، بيعمل له ديسلايك او بيسيبه ويمشي. بيوصل شغله بيكون صنايعي في مصنع حداده، كل زمايله كارهينه لانهم مش فاهمينه. جه المصنع بعدهم كلهم وترقى بقى مديرهم في الشغل اللي بيرقيهم، وهو في الحقيقه ما ترقاش بسبب كفاءته بس في الشغل، اترقى علشان من يوم ما اشتغل ما خدش ولا يوم اجازه. المهم رئيسه بيجيب له الشخص اللي كانت عجلته مريحه وبيقول له ده موظف جديد هنا، عايزك تعلمه الشغل على ايدك. بيقول له اول حاجه عايزه يتعلمها احترام مواعيد الشغل. بيقول له ظبطه بقى وبيسيبهم ويمشي. العامل بيقول له والله يا ريس العجله عطلت واليومين دول محدش بقى يساعد حد، وفي واحد ابن جزمه كان جاي في نفس طريقي، اما شاورت له عمل لي ديسلايك ومشي. بيقلع القناع والعامل بمجرد ما بيشوفه بينصدم وبيبدا يدربه. بيجي وقت الغدا وباقي العمال بيقولوا للعامل ما لقيتش غير ضرمه اللي يدربك، ده شخص عنده توحد حاد، لا بيصاحب حد ولا بيحب حد يصاحبه. ضرمه بيكون سامعهم ولكن ما بيهتمش لانه واثق انه لو صاحب حد مفيش حد هيفهمه. بيروح البيت جاره بيقول له هتيجي معانا النهارده؟ بيقول لهم فين؟ بيقولوا النهارده هتتعمل حفله خبط وترزيع ومش هنعرف ننام، هنروح كلنا نعرض الحفله دي. بيقول لهم ماليش فيه، ما حدش بيكتر معاه لان كل اللي في المنطقه بيخافوا منه. بيخش البيت وبيكون في نيته انه يساعدهم ولكن بطريقته الخاصه. بالليل الحفله بتبدا وبيبدا التخبيط، ما بيعرفش ينام والكلبه بره بتكون في منتهى الرعب من اللي بيحصل. ضرمه بيخرج لهم بيكسر عظم الفرقه والمغني والملحن وبيطير الكل من الحفله. بيخش على البوفيه بياخد ورك فرخه وبيمشي. الكلبه بتكون جعانه فبتروح وراه، بياكل اللي يكفيه وبيرمي الباقي في الزباله. الكلبه بتاكله مكانه. بيخش البيت وبينام، بيحلم بايام زمان، ايام ما كان عنده اخت زي القمر وامه واب بيحبوه، ولكن اخر اليوم كلهم بيخرجوا وهو ما بيرضاش يخرج معاهم. بيقعد قدام التلفزيون وبيحضر الفيلم اللي بيحبه، واهله بيخلصوا مشوارهم وبيكونوا خلاص راجعين. بيكون في اليوم ده في مطر وبرق ورعد، ومره واحده الكلب ده بيخرج لهم قدام العربيه. ابوه بيبعد عن الكلب ولكن العربيه بتتقلب والاسره بالكامل بتموت. علشان كده ضرمه بيكره الكلاب. بيفوق من الكابوس والدنيا بتكون مطر بره، بيخرج يشوف الجو بيلاقي الكلبه قدام الباب هتموت من البرد وعايزه تخش جوه بيته، ولكن ضرمه بيهوشها وبيمشيها من قدام الباب. بتقعد جنب صندوق الزباله والبرد بينهش فيها. تاني يوم ضرمه بيصحى من النوم بيلم بواقي الاكل، هو بيلاقي الكلبه قدام الباب، بيمشيها تاني بتجري تستخبى منه وهو بيرمي الاكل في الزباله. وكالعاده بعد ما بيخش الكلبه بتاكل الاكل. بيروح الكشك يجيب اكل وعلبه سجاير. الست اللي في الكشك بتقول له انت مش ناوي تبطل سجاير يا ضرمه؟ بيقول لها مالكيش دعوه. جوزها بيقول له ما تحترم نفسك يا عم، بدل ما جاي تطلع غضبك في مراتي اللي قد امك روح اتجوز وطلع غضبك على مراتك. الست بتقول له عارف يا ضرمه انا عارفه ان اقوالك عكس افعالك، انت من جواك شخص طيب وقلبك ابيض. بيقول لها انا عايز قرص الرز بس. بتاخد حقه القرصين وكالعاده بتديله التالت معاهم. بيخلص اكله وبيروح يخلص الشغل اللي في الورشه، والعيال بيلعبوا بره. الكوره بتخش له جوه، الواد بيقول له النبي يا عمو هات الكوره، فبيقطعها له نصين. وده روتين حياته اليومي، مفيش جديد في حياته الا الكلبه في كل مكان بتروح وراه. بيزهق من الكلبه، هو بيقول الكلبه دي لو جت ورايا عند البيت هقتلها. ومره واحده بيسمع صوت فرامل اتضربت، بيلاقي الموتوسيكل ده خبط الكلبه. بيبص عليها وبمجرد ما بيشوفها بينصدم. بيسيبها ويخش البيت، واهل المنطقه بيجروا على الشخص اللي خبط الكلبه، وبره الوحيده اللي بتكون خايفه على الكلبه. كلهم بيتفقوا يرموا الكلبه بعيد، وضرمه بعد تفكير بيخرج تاني بره، والطفله بره بمجرد ما بتشوفه كالعاده بتخاف منه وتستخبى. وضرمه بياخد الكلبه على الموتوسيكل وبيكون في طريقه للمستشفى. بيوصل للمستشفى والدكتور بيقول مين الحيوان صاحب الكلبه دي؟ التبرجي بيقول له هو ده يا دكتور. بيقول له انت ازاي تسيب الكلبه في الشارع كده؟ وبعدين هي خايفه من حقن ليه؟ اول مره تاخد حقنه ولا ايه؟ بيقول له ما اعرفش لانها مش كلبتي اصلا. الدكتور بيخلص هو بيقول له خد هتجيب لها الادويه دي، هتديها 3 حبات هتبقى زي الفل معاه. بيقول له انت ما بتسمعش؟ وانا مالي يا عم، بقول لك الكلبه مش بتاعتي، شوف حسابك كام خلينا امشي. بيقول له الكلبه، بيقول له خليها لك. بيقول له خليها فين؟ ما عنديش مكان ليها. خلاص خليها معاك اسبوعين بالكتير، وانا بمجرد ما حد يجي عايز يتبنى كلب هاجي واخدها منك. بيقول له
في المنطقه عندي ممنوع اي بيت تخش اي كلاب. بيقول له طب خليها معاك 4 ايام بس وهاخدها منك. بيضطر ياخد الكلبه وبيلفها في فوطه علشان ما حدش يشوفها، ولكن بره بتقول له ديلها باين يهبل. بيقول له اخرسي خالص. بتقول له ما تخافش مش هقول لحد. وفعلا بياخد الكلبه جوه، وبمجرد ما بيقعد قدام التلفزيون بتقعد جنبه وبتكون في منتهى الهدوء، وهي دوب ثانيه واحده بتروح تاكل الاكل بتاعه. ومن بعدها صديق الكلبه بتحول حياته من هدوء تام لنوش وازعاج في البيت. طول الليل تهوهو وما بتنامش الا لما هو ينيمها، وده بيخليه ما يعرفش يركز في الشغل وبينام مكانه. كل يوم بيخرج ويسيبها، ولكن بتوقف له قدام الباب وبتكون عايزه تخرج معاه. بياخدها يخرجها، ولكن بتطلع عين اهله بره. بيقول لها بشوقك بقى. بيسيبها تجري وبيسيبها وبيرجع البيت، ولكن بره بترجعها له تاني في الشنطه. وهم قاعدين بيكون معلق المرايه دي وبتتحرك، والكلبه بتفضل تجري ورا الضوء اللي عاملاه المرايه. ومره واحده بيظهر الفار اللي مطلع عين ضرمه وبيفضل يجري وراه، ولكن كالعاده ما بيعرفش يمسكه. تاني يوم وهو في الحمام بتخش عليه وبتاخد الشورت بتاعه وبتجري منه. بيلف الفوطه وبياخدها جري وراها في الشارع، بيقفشها وبيخبيها في الفوطه، والجيران كلهم بيستغربوا من افعاله. بيروح الشغل وبيرجع بيلاقيها شاربه البيره كلها ونايمه. بيقرب منها فبتمسك في ايده وبتفضل تلعب معاه. تاني يوم بيصحى من النوم بيلاقيها قافشه الفار اللي كان مغلبه وبترميها عليه وهو نايم. بيفضل يجري يمين وشمال، وبعد ما بيرمي الفار بيرجع ينام تاني، ولكن ضوء المرايه بيروح على اندرا فوكس. الكلبه بتروح جري عليه يعني يما. بيجيب اخره منها وبيتصل بالدكتور بيقول له انت قلت لي 4 ايام وعدى اسبوعين لحد دلوقتي. بيقول له اعمل لك ايه؟ محدش اتصل بيا. اكل الكلبه كويس علشان الناس تطلبها. بيسمع الكلام علشان يخلص منها، وبيشتري لها اكل مخصص ليها علشان يكبرها. وفعلا الكلبه بتكبر والدكتور بيروح يصورها. بعدها بيومين بيتصل بيه وبيقول له انا لقيت لك متبنيين للكلبه. بيسيب الشغل وبيروح جري على البيت، بيلاقيها فرتكت الركنه بالكامل. بيغضب وبياخدها جري وراها. بيقلبوا البيت بزياده وبيخشوا عليهم المتبنيين. بيلاقوهم في الوضعيه دي الست بتتخض وبتاخد ابنها وتمشي. ضرمه بياخدها جري وراها، تقول له مستحيل اخد كلبه بالشكل ده. بيقول لها بس استنى يا ست انت، ولكن ما بتستناش وبتسيبه وتمشي. بيغضب وبيكون خلاص رايح يضرب الكلبه. في الوقت ده الجيران كلهم بيعرفوا ان عنده كلبه، بيتلموا عليه كلهم وبيقولوا له انت ازاي تربي كلبه في البيت؟ وقوانين المنطقه بتقول ممنوع تربيه اي حيوان اليف في اي بيت، وانت بالذات ما كنتش بتحب الكلاب وكنت مصر ان احنا لازم نلتزم بالقوانين دي. المهم كل واحد فيهم بيخبطه بكلمه وهو ساكت ونار بتقيد في قلبه. بيجيب اخره فبيخبط الباب بالحديده دي بيكسره. الكلبه بتحاول تهديه، بيقول لهم اسمعوني كويس، دي كلبتي وده بيتي هعيش فيه بحريتي، والكلبه دي هتفضل هنا معايا. حد له شوق في حاجه؟ كلهم بيخافوا وبيمشوا واحد ورا التاني. ضرمه بيخش البيت وبيتصل بالدكتور يحكي له كل اللي حصل. بيقول له ولا يهمك انا هرفع لك صورتها على الفيسبوك وده هيجيب لنا متبنيين بالكوم، بس اهم حاجه ابعت لي رقم الرخصه. بيقول له رخصه؟ انا مش معايا رخصه. بيقول له خلاص روح رخصها وابعت لي رقم الرخصه. بيضطر يروح رخصها، واللي بتستقبل الطلبات هناك بتكون ديفيكا. اللي قبله ضرمه بتقول له اسمه ايه؟ بيقول لها عامر خالد. بتقول له بتاكله ايه؟ بيقول لها باكله من كنتاكي. بتدي له الرخصه، واللي بعده بيخش ضرمه بتقول له الاسم. بيقول لها ضرمه. بتقول له مش اسمك انت، اسم الكلب. ما بيعرفش يقول لها اسم، فبيقول لها اسمها. بتقول له نعم. بيقول لها زي ما بقول لك اكتبيه. بتقول له طيب بتاكلها ايه؟ بيقول لها والله بواقي الاكل بدل ما برميهم في الزباله بتاكلهم هي. تقول له انت ازاي بتعمل في الكلبه كده؟ اتفضل يا بيه ده كتاب كيفيه العنايه بالكلب. بيقول لها بقول لك ايه، انت هتعيش الضر، مش محتاج منك تعرفيني ازاي اعمل كلبتي، اديله الرخصه خلينا امشي. وفعلا بتدي له الرخصه وبياخدها ويمشي. تاني يوم الكلبه بتفتح الستاره وبتصحيه، وديفيكا بتاخد المختصين وبتروح له البيت تقول له هات لي الكلبه خلينا اطمن على صحتها، ده شغلي وانا لازم اعمله. بينده على الكلبه، بتخرج من الحمام معاها الشورت بتاعه، بياخده منها وبتقول للي معاها اطمنوا على صحه الكلبه. بيروح الشخص ده يشوفها، ولكن الكلب متخلوش يلمسها وبتهجم عليه، وهو بيحاول يهرب منها بيوقع الرسمه اللي ضرمه عاملها بالحديد. بيغضب وبيفضل يحرق في السجاير. ديفيكا واللي معاها بيطمنوا على الكلبه وبيمشوا من المكان. الكلبه بتروح وراهم، وضرمه بيكون خارج علشان يضرب الكلبه، ولكن من كتر التدخين بيقع من طوله وما بيكونش عارف ياخد نفسه. محدش بيكون جنبه غير الكلبه وبتكون هتتجنن عليه. بتروح لجيرانه تجيبهم وبيطلبوا له الاسعاف. بتاخدها جري ورا عربيه الاسعاف، وعربيه الاسعاف بتوصل المستشفى. ضرمه بتكون حالته اتحسنت، والدكتور بيقول له اللي انت فيه ده بسبب السجاير، لو مش هتعرف تبطل السجاير لازم تخف منها. والكلبه بره بتكون خاربه الدنيا، بتعدي من رجاله الامن وبتكون عايزه تخش لضرمه. الدكتور بيقول لهم ازاي الكلبه دي جت هنا؟ الامن بيقولوا دخلت ورا عربيه الاسعاف وما عرفناش نوقفها. ضرمه احساسه بيتغير اتجاه الكلبه وبيبدا يقتنع بيها. بيرجعوا تاني البيت وضرمه بيرتاح شويه. وتاني يوم كالعاده الكلب بتصحيه وهو خارج على الشغل، بياخد باله انها بمجرد ما بتشوف اي تلج في التلفزيون بتفضل تهوهو عليه، فبيعرف انها عايزه ايس كريم، وهو راجع من الشغل بيجيب لها. بيعلقه علشان يغير هدومه، ولكن الدكتور بيخش عليه وبيقول له هاي يا برنس، لقيت لك متبنيين للكلبه وهياخدوها حالا من هنا. وفعلا المتبنيين بيشوفوا الكلبه، ولكن الكلبه ما بتكونش عايزه تروح معاهم. بتستخبى في ضرمه، ولكن ضرمه بيفرط فيها بالسهل وهم ساحبينها بالعافيه. عينيها ما بتنزلش من على ضرمه، بتفضل تهوهو عليه، وضرمه بيكون في منتهى الحيره. بياخدوها ويمشوا، حتى الايس كريم ما لحقتش تاكله يا صديقي. ضرمه بيرجع تاني لحياته الممله الكئيبه اللي تقريبا نسيها. وبره بتديله الرسمه دي وبتقول
بتقول له انا رسمتها للكلبه، يبقى سلم لي عليها، او بتسيبه وتمشي. وهو بيشوف الرسمه دي الدكتور بيتصل بيه او بيقول له ما تنساش تاخد الرخصه وتديها للمتبنين علشان يغيروها، اكتب العنوان ده وروح لهم. وفعلا بيكتب العنوان وبياخد الرخصه وبيروح على العنوان. بيوصل هناك بيلاقي باب الفيلا مفتوح، بيخش جوه بيلاقي الكلبه خربت الدنيا وحالفه يمين 3 ما في ذكر ولا انثى يلمسها. ضرمه بيخش جوه وبيفضل يضحك من اللي بيحصل. الكلبه بمجرد ما بيشوفه بتخرج وبتروح جري عليه وبتاخده بالحضن. ضرمه بيقرر ياخدها ويرجع بيها، وفعلا بيرجع بيها ومن بعدها بياكل الكلبه كويس. هو بيخرجها دايما وبيقرر يسميها اسم يليق بيها، وفعلا بيلاقي الاسم المناسب وهو تشارلي. ومن بعدها بيقضي معاها اجمل ايام حياته. هو بيتغير مع زمايله في المصنع وكلهم بيغيروا نظرتهم فيه، والموتوسيكل بتاعه بيعمل فيه مكان خاص بتشارلي علشان تخرج دايما معاه. وتشارلي بتكون في منتهى السعاده وهو شغال بيولع سيجاره، ولكن تشارلي بتمسك ايديه وبتمنعه يشرب السجاير. بيسيبها وبيروح الكشك. عم شكشك بيديله قلب السجاير كالعاده، بيقول له لا يا عمي انا خلاص بطلت السجاير. الست بتفرح قوي وبتديله الاكل اللي بيحبه ببلاش. بيشتري كمان ايس كريم لتشارلي وبيروح. بره بتقول له تعالى انا علمت الكلبه حركه الشكر. بيقول لها طب وريني كده. بتقول الكلبه تعمل الحركه ولكن الكلبه ما بتعملش الحركه وبره بتزعل وتمشي. ضرمه بيقول لها ينفع كده تسيبي البنت تزعل وتمشي؟ بتجيب له الخوذه. بيقول لها مش هخرجك انا اصلا زعلان منك. بتروح وراه وبتقول له يا اسطى يا برنس خلاص علشان خاطري ما تزعلش. بتطلع عليه وبتاخده بالحضن. لا انا هعيط يا صديقي. بيقول لها خلاص بس اما البنت تيجي تاني ما تزعليهاش. بيكون هيخرج لوحده. بتقعد له قدام الباب ما بترضاش تتحرك. بيجرجرها بالسجاده او بيسيبها ويمشي. بيخلص شغله وبيرجع البيت بيلاقيها نايمه ما بتجريش عليه زي كل مره. بيفتكرها زعلانه. بيقول لها طب يلا علشان نخرج بره. برضه ما بتتحركش. بيروح يشوفها بيلاقيها مرجعه ومش قادره تتحرك. بياخدها جري على المستشفى. الدكتور بيخلص كشف وضرمه بيقول له انا سبت لها الكوره اكيد بلعتها. بيقول له ده مش بسبب الكوره، ده سبب تاني خالص كنت شاكك فيه واتاكدت بعد التحاليل. للاسف يا ضرمه كلبتك مصابه بالسرطان. بينصدم. هو بيقول له ازاي يعني؟ بيقول له يعني ما قدامهاش كتير، المرض في مرحلته الاخيره، انا هكتب لها علاج بس مش هيمد في عمرها، يا دوب هيخفف المها. ضرمه بيبص لها وهي كمان بتبص له وبتكون في منتهى الحزن لانه عارف اللي فيها. بياخدها وبيروح وهو بيكون في منتهى الحزن عليها. والغريب برضه لما بتشوف التلج بتفضل تهوهو، فبيفهم انها عايزه تروح جبل التلج ده، ولكن الجبل بيكون بعيد جدا ولا بيهمه. بيقرر يحقق لها امنيتها مهما كان الثمن. وفعلا بيجهز هدومه وكمان تشارلي بيتجهز معاه. بيخرجوا بره والكلبه بتودع بره. بيتحركوا من المكان واول حاجه بيروح يجيب خريطه ويحدد المكان اللي رايحينه. بيمشوا كتير وهم في الطريق بيريحوا، والدكتور بيبعت فيديو لضرمه هو بيقول له شوف الفيديو ده فيه الشخص اللي كانت معاه تشارلي. بيفتح الفيديو بيشوف صاحب المزرعه وهو بيعذب تشارلي وباقي الكلاب اللي عنده، وبيكون اسم تشارلي الحقيقي كيتون. ضرمه بيبص على الكلبه وهو بيقول لها كيتون. الكلبه بمجرد ما بتسمع الاسم بتترعب وبتستخبى من ضرمه، فبيعرف ان قصتها حقيقيه. بياخد عنوان المزرعه من الدكتور وبعد معاناه ومشوار كبير جدا بيوصل المزرعه وبيربط تشارلي بالحبل، وتشارلي بتكون مرعوبه لانها رجعت تاني المزرعه. ضرمه بيجرجرها وبيروح يخبط على الباب. بيخرج له الشخص ده بيقول له عندك فاس. بيقول له انت مين؟ بيقول له طب عندك كوريك. بيقول له انت عايز ايه؟ بيقول له فاكر الكلبه دي كنت مسميها كيتون. بيخبطه بالجرس بينيمه مكانه وبيحفر له حفره على قده، وتشارلي هي اللي بتردم عليه. بيبلغ الشرطه ونقابه الكلاب وديفيكا بتحضر معاهم. وضرمه بيكمل طريقه لجبل التلج وبيكون عايز يريح بالليل، ولكن ولا فندق بيقبل علشان الكلبه بتفضل مركزه مع اليافطه دي، فبيعرف هي بتفكر في ايه. بيلبس نظاره وبيروح على فندق تاني على اساس انه اعمى، وفعلا الشخص اللي قاعد على الفندق بيبلعها وبيديهم غرفه. تاني يوم بيروح الماركت وبيربطها قدام الباب. هو بيقول لها ما تتحركيش من هنا. بيخش يجيب حاجته، ولكن تشارلي بتشوف فار وبتاخد اليافطه وبتجري ورا الفار. ضرمه بياخدها جري وراها وهي بتخرب الدنيا باليافطه. الشرطه بتقبض عليهم هما الاثنين وبيرموهم في الزنزانه. بيقول لها انا عمري ما دخلت السجن قبل كده، اشكرك لانك خليتيني اجرب. بيقول للظابط يا باشا انا ما عملتش حاجه، دي الكلبه اللي عملت كل حاجه. بيقول له لا ليه؟ لانك انت اللي مربي الكلبه، ادفع 10000 روبيا وامشي. بيقول له مش معايا غير 2000. ديفيكا بتروح لهم القسم وبتدفع الفلوس وبتخرجهم. ضرمه بياكل تشارلي وبيديها الدواء. بتقول له انت بتديها ايه؟ وبتركب معاها على الموتوسيكل. هو بتقول له انا مش هسيبك الا لما يحضر فريقي واخد الكلبه منا، مش هسمح لواحد زيك يعذبها اكتر من كده. وهم في الطريق بتقول له انت غيرت اسم الكلبه علشان ما اعرفهاش. النهارده قبضنا على رئيسك اللي في المزرعه واخدنا منه كل الكلاب. يا اخي انتوا ما عندكوش قلب، ازاي بتهون عليكم الحيوانات البريئه دي وتعذبوها؟ بيغضب وبيوقف في نص الطريق. تشارلي بتنزل وبتقف جنبه وديفيكا زمايلها بيتصلوا بيها وبيقول لها الشخص اللي بلغ على المزرعه وانقذ الكلاب هو ضرمه. بتنصدم وبتقفل معاهم. اللي بيخش عليهم وضرمه بيعمل لها خيمه هي وتشارلي يناموا فيها، وهو بينام قدام الخيمه بره، ولكن تشارلي بتسيب الخيمه وبتخرج تنام في الحضن اللي اتعودت تنام فيه، حضن ضرمه. تاني يوم بيتحركوا من المكان والكلبه بتشوف الطيارات دي فبتهوهو عليهم. ضرمه بيخش جوه وبيروح لصاحب الطيارات وبيقول له انا عايز اتاجر طياره وحد يطير بكلبتي. بيقول له كلبه؟ بيقول له لا يابا لازم حد منكم يطير بيها. بيقول له ديفيكا اركبي انت معاها. بيقول له لا يا عم انا خاف. هو انت كمان خايف؟ بيقول لها لا طبعا مش خايف، انا مرعوب مش خايف وبس. ما بيكونش عنده حل غير ان هو اللي يطير معاها
وفعلا بيركب الطياره. هو بيكون في منتهى الرعب. الطياره بتطير بيهم، هو مره واحده بيفتح عينيه، بيستمتع بالجو هو وتشارلي. بيخلص طيرانه وبينزل. هو بيكون في منتهى السعاده لانه بسبب تشارلي ده متعه الحياه. بالليل بيكونوا قاعدين، وديفيكا بتقول له شايف وضعيه نومه الكلبه دي؟ الكلاب ما بتنامش بالوضعيه دي الا جنب شخص بتحبه وحاسه معاه بالامان. تاني يوم وهم في الطريق، الكلبه بتكون عايزه تقلع هدومها. بيروح يقلعها اللبس، بيلاقي شعرها طلع في الهدوم، وخلاص المرض هيخلص عليها. ديفيكا بتشوف الشعر وبتقول له مش تخلي بالك؟ ايه العنف ده؟ بيسيبها تهري وبيروح يجيب سجاير من الكش وبيفضل يحرق فيها. ديفيكا بتروح تجيب اي علاج من الشنطه، فبتشوف التحاليل وبتعرف اللي فيها. وتشارلي بتروح لدارما تاخده بالحضن، والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن. بتفوت الليالي وهم في الطريق، وديفيكا بتتصل بزمايلها الكتاب وبتقول لهم عندي قصه هتبهركم. وفعلا بيحضروا في المكان وبيقولوا لدارما يا ريت تحكي لنا قصتك انت وتشارلي. بيحكي لهم القصه بالكامل وبيصوروهم هما الاثنين. وديفيكا كمان بتكون هي ماشيه وبتقول له لو احتجت اي حاجه كلمني. بتودعهم او بتسيبهم وتمشي. دارما بيكمل طريقه، ولكن مره واحده البنزين بيخلص. بيشاور العربيات كتير، ما حدش بيوقف له. بيشاور للشخص ده، بيوقف له وبياخده في سكته. بيقول له انا اسمي فامسي وده ابن كروبا اللي طلعت بيه من الدنيا، اتربى في عزك يا حاج. المهم بياخدهم معاه البيت وبيقلبوا هما الاثنين سوا صحبه. وكروبا بيقع في حب تشارلي وهي كمان بتقع في حبه، فبيقعوا هما الاثنين في المحظور. تاني يوم فامسي بيصلح لهم الموتوسيكل وبيجهزوا علشان يمشوا. بيقول له خد الدعوه دي، دعوه مسابقه الاطول نطه للكلاب. انا مش هروح السنه دي، لو كنت حابب تشارك روح. تشارلي ذكيه جدا وممكن تكسب. بيقول له خلصانه. بيركب المكنه او بيسيبهم ويمشي. وفعلا دارما بيروح المسابقه او بيخش بالدعوه اللي خدها من فامسي. بتكون مسابقه كبيره جدا او بتخش لجنه التحكيم اللي بيكون من ضمنهم ديفيكا. دارما بيكون عايز يخلع من المكان ولكن ما بيعرفش. بتبدا المسابقه اللي بتكون عباره عن الكلب بيعدي المراحل دي كلها، وبعد ما بيعدي المراحل دي بينط نطه من اعلى مكان هو متدرب عليه. وطبعا الكلاب اللي في المسابقه كلهم متدربين الا تشارلي مش متدربه، علشان كده دارما بيكون عايز يخلع تاني. ولكن ديفيكا بتشوفه وبتقول له مستنياك بالتوفيق. وفعلا اخر واحد بيكون هو وبيندهوا على اسمه. بينزل الملعب بيفك تشارلي وبتفضل تجري في المكان بهبل. الجمهور ولجنه التحكيم الكل بيضحك عليهم. دارما من الكسوف بيكون في نص هدومه وبيروح يربط تشارلي وبيقول لهم معلش انا اسف. بيسيبهم بيكون ماشي. رئيس لجنه التحكيم بيقول له يعني ايه اسف؟ انت مش مدرب الكلبه وجاي تخش بيها مسابقه محترمه زي دي؟ بيقول له انا ما كنتش هشارك بس الموضوع جه كده. بيقول له قصدك جيت تضيع وقتنا؟ اسمها ايه كلبتك دي؟ ديفيكا بتقول له تشارلي. بيقول له انا بقالي 13 سنه في المجال ده ما شفتش المهزله دي. وتشارلي بتفضل تهوهو عليهم. ابن الرخمه التاني بيقول له الظاهر ان كلبتك عندها احساس وحاسه الكلام عكس صاحبها. دارما بيغضب هو بيقول لها اخرسي خالص، ما بتعرفيش غير تاكلي وتشربي وتنامي وبس، ما تعرفيش تعملي اي حاجه غير كده. انا مش عايز اشوف وشك تاني. هو بيسيبها وبيبعد. بتروح وراه وبتطبطب عليه. بيبعد ايديها هو بيروح في مكان تاني. بتروح وراه وبتحاول تصالحه. والجمهور بيكون في منتهى الذهول من ذكاء الكلبه. دارما بيروح يقعد وكانه بيعيط. بتقعد معاه وبتعتذر له. بيبعدها تاني وبيقوم يقع على الارض. بتجري عليه وبتحاول تفوقه. بيقوم يبعدها وبيروح يرفع البتاع دي لمستوى ما حدش وصل له قبل كده. بيقف الناحيه التانيه وبيفرد وشه وبيقول لها تعالي في حضني. هو ما حدش من الجمهور ولا لجنه التحكيم بيكون مصدق انها هتنط المسافه دي كلها. تفتكر انها مش هتنطها صديقي؟ لا والله. بتستعد وبتاخدها جري للامام. بتنط لفوق وبتروح في حضن الولد الفنان. الجمهور بيكون في حاله من الذهول والكل بيقوم يسقف له بما فيهم بنت الجيران. الكل بيهتف باسم تشارلي. ودارما بيكون في منتهى السعاده وبيكسب المسابقه بجداره واستحقاق. بيروح الصيدليه يشتري لها العلاج وعلاجها بيكون غالي جدا وتقريبا كل الفلوس اللي معاه خلصت والبنزين كمان بيخلص ومفيش فلوس لا يجيب اكل ولا شرب. وصلت لدرجه انه يروح المحل يرهن تليفونه علشان ياكلهم في المطعم. ولكن صاحب المحل بيكون كريم وبياكلهم ببلاش. وفي الشغل بيتغيب كل الايام اللي فاتت ورئيسه بيفصله عن الشغل. بيروح يبيع الموتوسيكل علشان يكمل مشواره ويحقق حلم تشارلي. ولكن تشارلي ما بتكونش عايزه ده يحصل. ولكن دارما بيكون مصمم. كل ده مش همه. المهم عنده يحقق حلم تشارلي قبل ما تموت. وهم في الطريق بتتعب. بياخدها جري لاقرب شخص يعرف يعالجها. وفعلا بيوصل للست دي بتعالجها طبيعي. ودارما بيكون في منتهى الحزن عليها. تشارلي بتفضل يومين فاقده الوعي وفي اليوم الثالث بتفوق. وبتفوق دارما كالعاده. بيخرج بيها بره وبيقول لها انت زعلانه عليا صح؟ للدرجه دي بتحبيني؟ بتروح جري عليه وبتاخده بالحضن. وربنا انا هعيط يا صديقي. المهم بيركب العربيه دي وبتكون اخر مواصله وهيوصل جبل التلج. ولكن الشرطه بتوقفهم وقائد الكمين بيقول لهم مفيش عربيات هتعدي لان في انقلاب اراضي. دارما بينزل له وبيقول له ابوس ايدك انا لازم اعدي، عايز احقق امنيه كلبتي قبل ما تموت. بيقول له كلبة مين؟ امشي يا عم من هنا. القائد بتاعه بيحضر وبيقول لهم في ايه؟ بيشوف دارما بيقول له هو انت تعالى معايا من سكات. فعلا بيروح معاه. بيقول له ازيك يا دارما؟ بيقول له انت عرفت اسمي منين؟ بيقول له دارما وتشارلي ده انتوا اشهر من نار على الحله يا جدع. المجله بتاعتكم نزلت مكسره الهند بالكامل. انا عايزك بس تصبر يومين الدنيا تهدى وانا بنفسي هطلعك جبل التل وما تقلقش يا عم هتفضل هنا قاعد معانا. وفعلا بيسمع الكلام وبيقعدوا هما الاثنين في خيمه. الدكتور بيتصل بيه ودارما بيحكي له على حاله تشارلي. بيقول له طيب هي كده ما قدامهاش كتير، شوف انت هتعمل
يعمل ايه وينجزه. دارما بيبوس تشارلي وبيقرر يطلعها الجبل في اسرع وقت، وفعلا الصبح بدري بيهرب من العساكر وبياخد تشارلي وبيجري على الجبل. بعد مشوار كبير بيوصل هناك وبينزل تشارلي على التلج، بتفضل تجري في التلج وبتكون في منتهى السعاده، ودارما بيكون في منتهى الحزن لانه مش هيشوفها تاني. بتفضل تنده عليه وفعلا بيروح يلعب معاها، بيقضوا اجمل يوم سوا وبيرجعوا تاني الخيمه. قبل ما ينام بيقول لها ايه رايك نرجع بكره بطياره، وبيناموا هما الاثنين. تاني يوم بيوصل المنطقه وبرا بتكون في منتهى السعاده برجوع تشارلي، ولكن ده كله بيكون حلم وبيفوق منه دارما. بيبص جنبه مش بيلاقي تشارلي، بيخرج يسال عليها العساكر ولكن محدش بيكون شافها. بيجري وبينده عليها زي المجانين في الغابه ولكن ما بيلاقيش ليها اثر، ومره واحده بيلاقي اثر رجليها، فبيفضل ماشي على خطاها لحد ما بيوصل للبيت ده، البيت اللي تشارلي اتولدت فيه. بيقرب منها وبيروح يقعد معاها، بيفضل يعيط وبيكون في منتهى الحزن. تشارلي بتطبطب عليه وبتروح تقعد في حضنه، بيقول لها انا حاولت كتير، اديتك علاج طبيعي ما ينفعش، وديتك لدكتور ما ينفعش، دعيت لربنا كتير وبرضه ما ينفعش، انا عاجز مش عارف اعمل ايه علشان تفضلي معايا. بتاخده بالحضن وبتمد ايديها بحركه الشكر وكانها بتقول له شكرا على كل اللي انت عملته علشاني. بياخدها في حضنه وبيفضل يعيط عليها. تشارلي بتفارق الحياه ودارما بيصرخ من شده الم حزنه عليها. بيخش البيت اللي هم قدامه بيلاقيها ولدت بيبي صغير، فبيقرر يربي ابنها وبيفتح مركز تشارلي لانقاذ الحيوانات وبيعمل لها مقبره خاصه بيها، ولكن دارما ما بيبطلش تفكير فيها واسمها بيكون محفور في قلبه. وهنا بينتهي الفيلم. عارف انك متاثر وزعلان يا صديقي، تفتكر انها هسيبك زعلان يا صديقي؟ لا والله ما تقلقش يا صديقي، بعد 5 شهور ابنها بيكبر وبقى نسخه من امه تشارلي، ودارما بيكمل حياته معاه. هو يا صديقي الحزن ينسيك تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو حابب تشوف فيديوهات زياده روح على قناتي التانية بنزل عليها فيديوهات يوم ويوم، هتلاقيني سايب لك الرابط في اول كومنت. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.